أنا اسمي حبيبة أشرف شعيب، عندي 17 سنة، بلعب غطس في منتخب مصر. دخلت الغطس وأنا عندي 6 سنين، كنت بروح مع أخويا التمرين، كان هو بيتمرن سباحة، كنت بشوفهم هما بينطوا من على 10 متر ومن على البوردات كلها، فعجبتني قوي وقلت إن أنا لازم أجرب أخش أشوف إيه اللعبة دي. الغطس فيه ارتفاعات مختلفة، في ثابت وفي متحرك. الثابت فيه 5 و7 و10 والمتحرك فيه 1 و3 متر. ده 1 متر متحرك ودي 3 متحرك، ده 5 متر ثابت وده 7 متر ثابت وده بقى 10 متر ثابت. ده أعلى حاجة، مفيش أي حاجة أعلى منه. وكل بورد بيبقى عليه عدد نطات مختلف، في من على المتحرك بيبقى 5 مجاميع، ممكن تبقى امامي، ممكن يبقى خلفي، ممكن ان انا انط برجلي وممكن انط براسي. ومن على الثابت برضو نفس هي كل حاجه، بس في بيتزود عليه مجموعه الارم ستاند. انا سافرت المانيا بطوله التالنت كاب والحمد لله جبت 2 برونز. وبعد كده سافرت ايطاليا، كانت بطوله الكومن، جبت 2 فضه و1 برونز. وسافرت كرواتيا، كانت برضو بطوله كومن، جبت 2 برونز وجبت 1 فضه. بعد كده سافرت صربيا، جبت فيها رابع وجبت فيها خامس. بعد كده سافرت بطوله امريكا جراند بري، دي بطوله عالم يعني، ما جبتش فيها ميداليه بس كان عملت كويس وجبت مركز كويس. أنا الحمد لله ما واجهتش تحديات في اللعبة، كل حاجة كانت في صالحي يعني. عيلتي أهلي كانوا كلهم بيشجعوني، والمدرسة كمان كانت بتشجعني. ما كنت أحب أخرج بدري عشان أجي التمرين كانوا بيوافقوا، كانوش بيمنعوا يعني، كانوا بيسهلوا لي حاجات. ممكن التحديات اللي أنا واجهتها إن هو اللعبة أصلا مش مشهورة وما فيهاش لعيبة كتير، وبرضو إن أنا ما كنتش بعرف أشوف أصحابي كويس يعني عشان التمارين ومواعيد إن أنا أنام بدري. الغطس ممكن يبقى أحسن لو زودنا بطولات في السنة، لو زودنا معسكرات، لو زودنا ان احنا نسافر بره ونحتك باللعيبه اللي بره، دي تدينا خبره ان احنا نعرف نتصرف في مواقف مختلفه واحنا بننط. يعني نزلنا واقعين على بورد، نزلنا مايلين، نشوفهم هما بيتصرفوا ازاي واحنا نتصرف زيهم، نتعلم منهم برضه، بيبقوا ابطال. لعيب الغطس لازم اهم حاجه يكون هو بيعرف يعوم. بعد كده بقى بنبص على مشاطه وركبه ان هما يكونوا مفرودين. بعد كده ممكن نبص ان هو يبقى جريء ما بيخافش، ممكن ان هو يطلع وينط من فوق ويبقى عنده برضه صبر. يا رب اكون قدرت افهمكم واعرفكم ايه هي لعبة الغطس. ان شاء الله عجبتكم تنزلوا وتجربوها عشان هي لعبة ممتعة جدا. استنوني ان شاء الله في اولمبياد الشباب 2014. مع السلامة.